قصة سعد المجرد الحقيقية. قصة سعد المجرد تسببت في ضجة إعلامية وجدل واسع في فرنسا، وكانت القضية حول حادثة اغتصاب إحدى الفتيات الفرنسيات، وكان ذلك في أكتوبر 2016. الفنان المغربي سعد المجرد، لكن اللقب هو سعد المجرد، وصدر حكم قضائي مبدئي لعرض جميع القضايا التي تم نقلها إلى الفنان التجريدي وتداولها أمام المحكمة. ظهرت قصة سعد المجرد عن قضية الاغتصاب التي تعرضت لها إحدى الفتيات في فرنسا، والتي أحدثت ضجة إعلامية كبيرة، وكانت فرض الحماية على جميع حقوق الضحية المزعومة، وتعمل فرنسا على مهاجمة جميع المغاربة وسجنهم عندما يؤذون جميع المواطنين في فرنسا، خاصة إذا كان العمل غير لائق، فهو فنان معروف في المغرب وكان له دور كبير في عالم الفن المغربي، لكن القضية المرفوعة ضده أصبحت مسألة رأي عام من خلال وسائل الإعلام. قضية الاغتصاب الموجهة بحق سعد المجرد بالتفصيل. سبب حبس سعد المجرد. أخبر المحكمة أنه كان يقابلها في أحد المقاهي في باريس، ثم قرر الانتقال معها إلى غرفته بالفندق، وكان الملخص قد قال: أمسكنا أيدينا وأشادنا بجمالها، كما قال المحادثة التي جرت بينهما في السيارة: عانقنا، ولم يكن صديق عناق واحد منا معجب الآخر، لم يكن جسديا فقط، لقد أحببت شخصيته على الرغم من أننا تحدثنا لمدة ساعتين فقط. قالت. اعتداء سعد المجرد على أحد الفتيات في فرنسا، حيث قال: إننا رقصنا مع بعضنا البعض، واستمعنا إلى الموسيقى، وكان كل شيء على ما يرام، وتبادلت القبلات معه، لكنه رد بضربة على الرأس، وقالت لها فقط أن تخلع قميصها وتضربها قبل مغادرة الغرفة، لذلك كان بيننا، ويجب أن يحاسب على فعله، فهو مجرم. وتعرضت للاعتداء عندما نشر الفيديو عبر يوتيوب جلب العديد من المشاهدات من الجمهور والمتابعين إلى سعد المجرد. نشر لاحقا أنه كان مخطوبا لإحدى الصديقات، وهو معروف جيدا في المجتمع الفني المغربي، لكن لديه العديد من القضايا ضده، خاصة في حالات الاغتصاب والاعتداء الجنسي. إذا أعجبك الفيديو لا تبخل علينا بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد منا. أخوكم عزيز.